تأتي ذكرى أحداث الاتحادية هذا العام بطابع خاص، فرغم مرور عامين على هذه الأحداث الدموية التي عذب وقتل فيها الإخوان الثوار والمتظاهرين الذين خرجوا للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي، إلا أن ذكراها لا زالت باقية في نفوس معاصريها، وأجسادهم تذكرهم بما ارتكبه الإخوان من انتهاك لأدمية المصريين. انتهت الأحداث وبقيت الذكرى الدامية ليشعروا بأن ما قدموه لمصر لم يضع حباء. لن ينسى الثوار ما فعلوه الإخوان، ولن تنجلي حيلة الإخوان على الثوار والشعب بتزييف الحقائق بأن من قاتلوهم في الاتحادية يريدون أن يقفوا مع أرامل وإخوة الشهداء بالتحرير، ولكن كل ما يريدونه هو إحداث الفوضى ونشر العنف. ولو عدنا لأحداث الاتحادية التي بدأت بعد أن قام أعضاء الإرهابية بالتعدي والاشتباك بعنف على المتظاهرين تنديدا بالإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في 22 من نوفمبر 2012، ففي محيط قصر الاتحادية أسفرت الأحداث عن سقوط 8 قتلى أبرزهم الصحفي الحسيني أبو ضيف وعشرات المصابين. وقتها ادعى الإخوان بأن من ماتوا هم من أعضائها، وأن عدد القتلى الذين سقطوا جراء اشتباكات الاتحادية وصل إلى 11 قتيلا، منهم 8 ينتمون الجماعة، في الوقت الذي أعلن الطب الشرعي أن إجمالي من لقى حتفهم 8 فقط. ولكن يطرح السؤال نفسه: لماذا لم يحيي الإخوان ذكرى الاتحادية؟ الإجابة ببساطة لأنهم لم يمت أحد منهم في هذا اليوم. واشتمل الإعلان الدستوري الكارثي وقتها على 4 مواد دستورية قوبلت بمعارضة شديدة من قبل قطاع واسع من المصريين. كان أهمها تحسين القرارات الرئاسية وجعلها غير قابلة للطعن، فضلا عن تحسين مجلس الشورى واللجنة التأسيسية للدستور، وذلك في إجراء احترازي خوفا من صدور حكم بحلهما من قبل المحكمة الدستورية العليا. هو إذن تاريخ لابد من التذكير به حتى لا ننسى أن مصر كانت في خطر يوم أن ولي أمرها مرشد وجماعة إرهابية آثمة في غفلة من الزمن، إلى أن سارت الأقدار لمصر ليطهر الشعب الثائر ثراها الطاهر من نظام حكم الإخوان.